زي ما بنرتب بيوتنا لازم نرتب أرواحنا. ترتيب الحياة من الداخل أولا، لأن هي أهم من أي حاجة خارجية. دردشة من القلب للقلب. أهلا بيكم وأنا هبة للي أول مرة يشوفني، وده بودكاست هبة. ليه دايما ترتيب المكتب بيغير نفسيتنا؟ أو أي ركن في المكان اللي انت عايشة فيه بتنظفيه أو بترتبيه بيغير من نفسيتك. عارفة الشعور ده لما الدنيا حواليكي تبقى مكركبة بتحسي ان عقلك هو كمان مكركب، مش عارفة تفكري، مش عارفة تركزي، مش عارفة تبدأي منين. ودايما لما بشوف كل ورقة مرمية على المكتب بتكون كتبت فيها شوية كلام أو شوية أفكار وسبتها يوم 2 3، هي بالنسبة لي ورقة مهملة. زي الفكرة بالظبط اللي بتيجي في دماغك النهاردة، أنا فكرت فكرة وأهملتها ما نفذتهاش، هو ده اللي بيحصل في حياتنا بالظبط. النهاردة وانا برتب مكتبي كده خطرت في بالي فكرة، يعني استغربتها قوي، فحبيت ان انا ادردش فيها معاكم واحكي لكم عنها. فكرت ان ليه دايما احنا بنهتم بترتيب الاماكن وبننسى دايما نرتب اهم حاجة بنعيش فيها، هي ارواحنا ونفسيتنا. دايما الواحد بيرتب يومه، بيرتب وقته، بيرتب مكتبه، بترتبي سريرك، حاجات كده في حياتنا اللي احنا عايشين فيها. ولكن الحاجة اللي احنا المفروض بنرتبها احنا دايما بننساها. الترتيب مش مجرد اننا بنحط كل حاجة في مكانها، الترتيب ده هو عملية تخلي. وانا برمي الورقة كده في باسكت الزبالة لقيت الورقة ملهاش لازمة، فسألت نفسي ايه المشاعر اللي موجودة جوايا اللي انا شايلاها وملهاش عندي اي لازمة؟ ايه الافكار القديمة اللي واخدة مكان في قلبي ومنعاني من استقبال اي فكرة تانية جديدة لمجرد ان انا بفكر في القديمة وواقفة عن تنفيذها؟ زي ما المكتب محتاج منك نظام ومحتاج منك ترتيب عشان نعرف ننجز شغلنا او تخلصي اي حاجة بتعمليها، او لو عايزة ترتبي المكان علشان ولادك يعرفوا يذاكروا فيه، نفسيتنا كمان محتاجة فلترة. الروح محتاجة لوقت للهدوء، وقت للصلاة، وقت للتأمل عشان ترجع تلمع من جديد. ولكن احنا سايبينها مهملة، والنفس دايما بتبقى محتاجة حزم، لازم حد يراجعها دايما ويسنطرها للحاجة الصح. يعني لازم انا اوجه نفسي دايما للصواب. زي ما بنقرر ان القلم ده مش مكانه، او الكشكول او الكتاب ده مش مكانه، لازم كمان نقرر ان الفكرة السلبية دي ده مش مكانها، لازم تبقى بره حياتك وبره يومك، علشان ما تديكيش طاقة سلبية طول الوقت وتقعدي تفكري فيها وتبقي مش عارفة تنفذيها. هي مجرد فكرة جت في بالك وانتي ما عرفتيش تنفذيها وما بدأتيش فيها، فهي خلاص بقت فكرة سلبية. تخلصي منها علشان ما تتعبيش وتفضلي طول الوقت بتفكري فيها. وعلشان تعرفي تبدأي حياتك ولا تبدأي مثلا يومك، ابدأي بالمكان اللي انت عايشة فيه، المكان اللي حواليكي. رتبي ركن صغير كده ولو درج واحد حتى في المكتب اللي انت بتقعدي تذاكري عليه او اللي انت بتقعدي تقري عليه بتشتغلي عليه، وشوفي مثلا انت هتحسي بايه. صدقيني هتلاقي الطاقة دي بتتنقل لروحك مباشرة. مجرد ما ترتبي تنظفي المكان، الطاقة دي بتتنقل لك مباشرة. لما بنسيطر على الفوضى الخارجية اللي حوالينا بندي إشارة دايما لعقلنا ان احنا قادرين نسيطر على الفوضى الداخلية، على اي حاجة ملهاش معنى وملهاش لازمة جواكي. حاولي تبدأي يومك بسلام وما تقوليش لنفسك دايما ان انت عندك افكار كتير ومش عارفة تبدأي منين. كل ده بيأثر على سلامك الداخلي. حاولي على قد ما تقدري دايما شيء تشوفي الجديد وتنفذيه، واول ما تخطر الفكرة في بالك نفذيها وحافظي عليها. خليكي دايما فاكرة وعارفة ان نفسيتك وعقلك وذهنك محتاج دايما باستمرار فلترة. حاولي تتخلصي من الفوضى اللي حواليك عشان تقدري تسيطري على الفوضى اللي جواكي. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبك اكتبيلي في الكومنتات ايه اكتر حاجة لما بترتبيها بتحسي ان روحك هديت، وهل فعلا انت شايفة ان ترتيب البيت له علاقة بسلامك النفسي. اشوفكم في فيديو جديد على خير، واحنا وارواحنا ارقى واهدى بكتير. دمتم بسلام والسلام عليكم.